أنا نسرين، وده بودكاست لوجيك بالعربي، ودي حلقة أحلام اليقظة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن التسويف، عن اللحظة اللي بنهرب فيها من فعل الحاجة الأصعب للحاجة الأسهل. بس اللي يمكن مخدناش بالنا منه إن الهروب ده ساعات بياخد شكل تاني تماما، زي لما بتكون بتذاكر وتبتدي تتخيل إنك طلعت المركز الأول، وتبص على نفسك تلاقي نفسك مبتسم مع نفسك. انت أكيد مش مجنون، ما تقلقش. اللحظة دي اللي احنا بنقرر ننسحب فيها من الواقع، أو أحيانا مش احنا اللي بنقرر، ونعيش صورة محبوبة في عقلنا، أي نسخة محسنة منا، أو أحيانا ممكن تكون نسخة أسوأ، أو حياة بنهرب ليها لمدة دقيقة ويمكن ساعات. السؤال هنا ليه؟ هل ده هروب ولا محاولة من عقلنا إنه يريحنا؟ وإمتى نسمح لنفسنا نعيش فيها، وإمتى لازم نفوق؟ أحلام اليقظة هي شروط ذهن بيخلي عقلنا يسيب اللحظة الحالية ويدور على سيناريوهات خيالية يعيش فيها. أوقات بتكون مصدر إبداع، وأوقات بتكون وسيلة هروب لما مشاكلنا بتزيد. عزيزي المستمع، دون توري، انت مش لوحدك. انت تعرف ان في علماء كتير استخدموا أحلام اليقظة لاختراعات لم تتخيل البشرية قط انها هتكون موجودة، زي ألبرت إينشتاين اللي دون ملاحظاته الأوتوبيوغرافية إنه لما كان سنه 16 سنة تخيل إنه كان بيطارد شعاع ضوء بسرعة الضوء. تخيل جنون خياله، اللي بالمناسبة تخيله ده بالتحديد ساعده في نظريته الشهيرة النظرية النسبية. تخيله أجبره يفكر، إذ لم يكن بإمكان الشعاع أن يرى مجمدا، فهل شيء آخر يجب تغييره؟ وهنا أدرك إن الزمن قد لا يكون كما تقول الفيزياء الكلاسيكية. باختصار يعني إن الخيال كان مصدر إلهامه، وده كان الجانب الإيجابي من أحلام اليقظة. الجانب الأسوأ إنك ممكن تفقد حياتك. تخيل تكون منغمس لدرجة إنك ما تقدرش تفرق بين الخيال والواقع. أنا سمعتك عزيزي المستمع بتقول مش للدرجة دي. طب أنا هقولك على اختبار بسيط تقدر تعرف إن أحلام اليقظة اللي عندك دي خطيرة ولا طبيعية. أولا جاوب على الأسئلة دي من 1 إلى 5. 1 معناها الحد الأدنى، 5 معناها الحد الأعلى، وجمع المجموع وهقولك مجموعك ده طبيعي ولا لأ. 1. هل بتسرح لدرجة تنسى الوقت؟ هل بتسرح في مواقف خطيرة زي إنك تكون بتسوق أو تكون في المطبخ؟ هل ده بيأثر على شغلك؟ هل أنت بتستخدمه للهروب؟ هل أنت بتتخيل نفس القصة يوميا؟ لو مجموعك أقل من 10 فده طبيعي. لو مجموعك أعلى من 17 هو عالي شوية بس محتاج تنظيم بسيط. لو أعلى من 25 فأنت لازم تتكلم مع مختص. ما تقلقش، ده مش خطر، انت ممكن تكون بتتعرض لضغوط وانت مش واخد بالك. وبما اني قلتلك الاختبار اللي نقدر نعمله، اكيد هديك حلول بسيطة. بكل اختصار، اول حاجة اكتب انت بتسرح في ايه بالتحديد. 2. العقل بيسرح مع المهام الكبيرة. قسم شغلك، اشتغل 25 دقيقة بعد كده خد راحة. مارس رياضة على قد ما تقدر. غير البيئة، لو المكان هادئ زيادة عن اللزوم أحلام اليقظة بتزيد. في الآخر افتكر إن أحلام اليقظة مش عدو، لكنها بتورينا الجزء الخفي من عقلنا، بتورينا قدرات عقلنا. الهروب للأحلام اليقظة مش دايما يكون سلبي، لكنه محتاج وعي، لأن الفرق بين الهروب الذكي والهروب اللي بيضرنا هو اللي بيحدد احنا ازاي هنستفيد من عقلنا بدل ما نضيع نفسنا. في الحلقة الجاية هتكلم عن الهروب الذكي، امتى نهرب وامتى نواجه، وبس كده. والسلام عليكم ورحمة الله.